الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي يتغنى بالأهلي بعد الفوز على زد، ويصرح الأهلي هيفوز على الزمالك. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي الأهلي، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر لله وللصلاة وللسلام على رسولنا الكريم. يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للقمة رقم 95 من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من المسابقة، ويحل الأحمر ضيفا على الأبيض في 7:00 مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي. ويتسلح الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، فيما يخوض الأهلي بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على زد بهدف نظيف بعد التعادل في مباراة النبي. ويعد اللقاء المقبل هو رقم 95 بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وفاز الأهلي في 36 مباراة، فيما فاز الزمالك في 21 لقاء، وانتهت 37 مباراة بالتعادل. وصرح الإعلامي الإمارة يعقوب السعدي وقال: الأهلي يعرف كيف يفوز بالمباريات لأنه فريق بطولات، وأقول لجماهير الأهلي لا تقلقوا على الأهلي لأنه نادي القرن، وسيفوز بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. والأهلي يمتلك لاعبون على أعلى مستوى، ولكن الإصابات والإرهاق هو سبب تراجع أداء الأهلي. والمباراة القادمة ضد الزمالك الأهلي سيكون منافس قوي وسيفوز على الزمالك بكل تأكيد. الكشف عن حجم إصابة مروان عطية أمام زد وموقفه من مباراة الأهلي والزمالك. كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن طبيعة إصابة مروان عطية لاعب خط الوسط أمام زد ضمن مؤجلات الجولة 8 من دوري. أكد المصدر أن إصابة مروان عطية عبارة عن ثقل في العضلة الخلفية غادر على أثرها مباراة زد، موضحا أن اللاعب سيجري أشعة لحسم مصيره من مواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل. وفاز الأهلي على زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي بعد صناعة من أنطوني موديست قبل نهاية المباراة بدقائق. من المقرر أن يصطدم الأهلي بغريمه الزمالك في الديربي الأعرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة العاشرة في دوري نايل. وتنطلق صافرة الديربي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة و8 بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة للدولي.